استثمر في ذهب ولا الماظ؟ استثمر في عقارات ولا بورصه؟ هو ليه محدش بيجيب سيره الفضه مع انها استثمار قوي ومكسبها مضمون وسعرها قليل؟ هقولك ازاي تستثمر فيها، بس في الاول انا سلمى القزاز وده علم الجيب. الفضة بتعتبر ملاذ آمن زيها زي الذهب بالظبط، وعليها كمان طلب متزايد في السوق، لأن 50% من مخزون الفضة في العالم بيستخدم في الصناعة، وده بيخلي الخبراء يتوقعوا لسوقها التوسع أكتر وأكتر مع المستقبل. طب إزاي نستثمر فيها؟ الاستثمار في الفضة بيكون عن طريق شراء السبائك النقية عيار 999 والتداول في صناديق الفضة في البورصة وشركات التعدين. أما الاستثمار في المشغولات الفضية فده ما رشحهوش، لأن المصنعية بتكون غالية جدا وبتوصل في بعض الأحيان لأغلى من الجرام نفسه. علشان تعرف اذا كان سعر الفضه مناسب للاستثمار ولا لا، اعمل سيرش على جولد تو سيلفر ريشيو، وده بيقول لك جرام الذهب بيجيب كام جرام فضه. لو لقيت النسبه 1:60 ده نورمال، معناه ان جرام الذهب بيجيب 60 جرام فضه. لو النسبه زادت عن كده يبقى الفضه سعرها قليل واشتري. اما لو قلت ووصلت مثلا ل1:50 يبقى كده السعر غالي وممكن تبيع عشان تكسب. لو جربت تستثمر في الفضه قول لي تجربتك في الكومنتس.